أخيرا هبقى معايا فلوس وهبقى من أصحاب الأملاك، وأي حاجة نفسي فيها هقدر أجيبها. فقير كان ماشي في الشارع لقى جوهرة رائعة، فقال هبيعها واتغني وابقى من أصحاب الأموال. راح موديها البياع بيشتري مجوهرات، فحصها وقال له دي فالصو. الراجل فقير ما صدقش وقال له انت كذاب وحرامي وعايز تسرقها مني. اخدها وراح لبياع تاني. البياع التاني فحصها وقال له دي فالصو. فضل يشتم فيه زي اللي قبله. فضل ماشي بالجوهرة لحد ما شاف واحد توسم فيه انه راجل طيب، اداله الجوهرة وقال له انا كل ما اروح لحد يقول لي ان الجوهرة دي فالصو وانت شكلك اللي هتقول لي الحقيقة. الراجل الطيب مسك الجوهرة علشان يفحصها، فضل باصص فيها وقال له دي جوهرة لا تقدر بثمن. الراجل الفقير بقى في غاية السعادة وقال له طب ما تشتريها مني. الراجل الطيب قال له دي لا تقدر بثمن، انا ما اقدرش على تمنها، دي اللي يقدر على تمنها هو الملك، استنى لما يجي واعرضها عليه واكيد هياخدها منك. الراجل الفقير قال له طب الملك هيجي امتى؟ قال له معرفش، ملوش مواعيد، انت شكلك محتاج فلوس، انا هشغلك معايا هنا واعلمك الصنعة دي وهديك فلوس تكفيك انت واولادك، ولما يجي الملك تبقى تعرضها عليه. بعد شهور الفقير اتعلم الصنعة، بقى بنفسه يفحص اي جوهرة ويعرف اذا كانت حقيقية ولا فالصو. وجه اليوم المنتظر، يوم الملك. جرى الراجل الفقير عشان يجيب الجوهرة عشان يعرضها على الملك، بس قال قبل ما اعرضها عليه افحصها بنفسي. ففحصها ولقاها فالصو، بنفسه اكتشف انها فالصو. طبعا مرضيش يوريها للملك، والملك مشى. رجع للراجل وقال له انا فحصتها بنفسي ولقيتها فالصو، انت ليه ما قلتليش؟ قال له انا لو كنت قلت لك انها فالصو كنت شتمتني زي اللي قبلي، انا عملت فيك معروف وعلمتك صنعة وبقيت تكسب، واكتشفت انت بنفسك انها فالصو. غير كده كنت هتفضل عايش في الوهم ده على طول، ولا هتتعلم ولا هتتغير، وانت مقتنع ان معاك جوهرة وهي اصلا فالصو. العبرة من القصة ان في ناس كتير شايفين نفسهم جوهرة وهم اصلا من جواهم فالصو. انت لو ركزت مع نفسك هتلاقي في حاجات كتير فالصو مش حقيقية ومخدوع في نفسك. هتعرف الفالصو من الحقيقة لما تحط نفسك في بيئة تعلمك وتطورك وتاخد بإيدك، وهنا بداية الاكتشاف. تشوف أيام زمان إنك كنت فالصو، حط نفسك مع الناس دول اللي يعلموك ويطوروك، فتشوف نفسك بنفسك إنك كنت قبلهم فالصو. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير.